الله الرحمن الرحيم، وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة العلماء، إخوة الحضور، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عندما يتداعى أهل السنة والجماعة بمدارسهم التي حددت، فمعنى ذلك أن هناك التمثيل الدقيق ل90% من أمة الإسلام. هذه الأمة التي تقارب الآن ربع البشرية، 1,700,000,000. هذه الأمة التي تملك الوحي الوحيد الصحيح على ظهر هذه الأرض. هذه الأمة التي لها حضارة جعلت منها العالم الأول على ظهر هذا الكوكب لأكثر من 10 قرون، بينما عمر الغرب كعالم أول لا يتعدى قرنين من الزمان. هذه الأمة التي تملك وطنا مساحته 35 مليون كيلو متر مربع، بينما الصين 9 مليون كيلو متر مربع. أمة كما كان يقول مهدي السودان من غانا إلى فرغانة، ومن حوض نهر الفولجا إلى جنوب خط الاستواء. أمة تملك من الثروات ما يجعلها العالم الأول في الاقتصاد على ظهر هذه الأرض. لكن هذه الأمة، وهذه هي قضايا هذا التجمع وهذا الملتقى، تعاني من تحديات شرسة تهدر كل هذه الإمكانات وتجعلها في مأزق حضاري خارق. كيف نحول المذهبية من تنوع وسعة في إطار الوحدة بدلا من أن تكون تشرذما وعداء وتفتيتا؟ كيف نحول القوميات في إطار عالم الإسلام من تنوع لغوي، والقرآن يعتبر الاختلاف في الألسنة واللغات آية من آيات الله سبحانه وتعالى، كيف نحول هذه القوميات إلى جزر في المحيط الإسلامي يحتضنها هذا المحيط الإسلامي؟ كيف نحول القطرية التي مزقت وتمزق وطن الأمة الإسلامية إلى تنوع في إطار جامعة الإسلام، وهكذا كانت الإقليمية في ظل الخلافة الإسلامية التي لم تكن دولة مركزية وإنما كانت تنوعا في إطار جامعة الإسلام. كيف نحول الحب والعلاقة والأخوة الإسلامية بعيدا إلى رابطة جامعة بعيدا عن التكفير، نحقق على أرض الواقع كلمات شيخ الإسلام فيلسوف السلفية ابن تيمية: لا نكفر أحدا من أهل القبلة. وكلمات حجة الإسلام فيلسوف الأشعرية أبي حامد الغزالي عندما يقول: إن الخطأ في ترك 1000 كافر أفضل من إراقة قطرة دم لإنسان مؤمن. كيف نحول هذه التحديات إلى إمكانات لتفتح أبوابنا وأبواب الأمة أمام مستقبل يعيد لها مكانة الريادة والقيادة والإمامة في هذا العالم من جديد؟ كيف نجعل فقه الأولويات يضع القدس وفلسطين التي يتهددها الآن مصير الأندلس أولى من هذه الجزئيات والتفاصيل والسفاسف التي يغرقنا فيها كثير من الناس؟ إذن عندما نقول أهل السنة والجماعة، الأشعرية، ماتريدية، أهل الحديث، فنحن نتحدث عن أمة أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون خير أمة أخرجت للناس. لهذا نجتمع، ولهذا سنجتمع، ونرجو الله سبحانه وتعالى بقدر صدق النوايا أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه. وسلام الله عليكم ورحمة الله.